انت جبت منين الفيديو ده؟ جبته منين؟ ده اللي فرق معاكي؟ سكتت ودموعها نازلة بقهرة، عينها في الأرض من كتر الكسوف. حياتها اتقلبت فوق عيني تحتاني، وهي كانت بتبدأ تشوف حياتها بعيدا عن أي حاجة غلط حصلت زمان مع جوزها اللي ربنا رزقها بيه بعد سنين من القهر. ده غير إن هي من بداية الجواز وهي بتبعد عنه، بتحاول تتعافى من اللي حصل لها في الماضي. أنا مش قادرة أصدق إنك تقدري تعملي فيا أنا كده. اسمعني لو سمحت. أسمع إيه؟ أسمع إنك كنت بتكدبي عليا لما قلتي إن أول واحد يدخل حياتك، ولا كدبتك إنك مش قادرة الفترة دي عشان الفرح وتجهيزاته، وما كنتيش مريحة وتعبتي وبتريحي الفترة دي، وده سبب بعدك عني. أفهم إنك كنتي مع واحد قبل الجواز بتتخطوا حدودكم سوا بدون وجه حق، وهو حتى ما حصلش خطيبك ولا جوزك. ولا أفهم إن شخص حقير زي ده مسك عليكي فيديوهات وصور بجسمك العريان. أفهم إيه ولا إيه؟ أنا بنت على الورق وبس، لكن أنت ما سبتيش حاجة إلا وعملتيها مع الشخص ده وعلى النت كمان. حب إيه اللي يخليكي تعملي كده في نفسك؟ ولا أنت خلاص نسيتي ربنا ونسيتي نفسك ونسيتي إن مفيش واحد بيتجوز واحدة سمحت ليه إنه يتعدى حدوده معاها؟ وقعت على الأرض وهي بتبكي بكل كسرة قلب وبتقول يا ريتني ما عملت كده، يا ريتني ما أمنت ليه، يا ريتني ما كنت فضلت بكذب لحد اللحظة دي. بس أنا تبت، والله العظيم تبت، ومش عايزة أبص تاني في القديم. من يوم ما عرفتك وأنا شلت أي حاجة قديمة من بالي، ركزت معاك بقلبي وعقلي. عمري ما كنت أتخيل إن هيجي اليوم اللي أقف فيه قصادك وأنا مكسورة ووحشة أوي كده في عينك. أنا حياتي ابتدت معاك أنت وهتنتهي معاك أنت. أنت كل حاجة ليا يا يحيى، أنا من غيرك ولا حاجة والله صدقني. أنا بحبك، هو عمره ما لمسني ولا حتى جه جنبي. لسه بتكدبي تاني وصورك معاه في الشقة دي، أقول عليها إيه؟ بكت بصريخ وهي عينها في الأرض، مش عارفة تتصرف إزاي ولا تقول إيه غير إنها تسكت. أنا هطلقك، بس قبل ما أطلقك لازم أتأكد الأول إذا كنت صادقة في اللي قلتيه ولا لأ. يعني إيه؟ قرب منها بغضب وعيونه كانت حمرة، مش شايف قدامه من كتر العصبية والزعل. اتهجم عليها بقلة وعي منه. هي كانت بتصرخ لا يا يحيى، بالله عليك ما تعملش فيا كده، أنا والله ندمانة على اللي عملته، بس ما تعملش فيا كده، مش غصب عني ولا بالطريقة دي يا يحيى. فضلت تجري منه بتحاول تدافع عن نفسها، بس ما كانش فيه أي فايدة. وفي لحظة بعد عنها، جسمه بيتنفد، ساب البيت ومشي. استغربت رد فعله، فضلت تعيط لدرجة إن لو الحيطة كانت بتتكلم كانت وستها. الحياة بتغدر بيك في لحظة وانت مش مستوعب إن دي النهاية أو بداية الجحيم. فضلت تعيط لحد ما نامت مكانها على الأرض وهي هدومها متقطعة والهموم كبيرة على قلبها. عدى يومين، هو مرجعش البيت، بدأت تقلق عليه وتخاف، بالأخص إن في شخص من الشغل اتصل وسأل عليه وقال إن هو مش بيرد على تليفونه ومش عارفين يوصلوا له وما بيروحش الشغل. كل حاجة بتحصل بسببها. الحالة اللي هم فيها بسبب قلة دينها ونضجها في وقت كانت ضايعة من غير رقيب يقدر يوجهها للصح والحلال والحرام. فضلت الأيام بتلف وهي بتدور عليه، مفيش خبر عنه، حتى عند أهله مفيش خبر. ابتدى الكل يدور معاها عليه، وفي ليلة رجع البيت الفجر، كان وشه كله أصفر، باين عليه الوجع والهموم والكسر اللي شافتها في عينه، وهدومه المتبهدلة اللي ما غيرهاش من ساعة ما مشي. تقريبا ما كانش بينام غير في الشارع. سلمت أمرها لله وقالت إن مهما يحصل هتعمله اللي هو عايزه. هي ظلمته وكفاية ظلم لحد كده. قربت منه وقالت له انت كويس؟ وقع على الأرض، ما كانش قادر يفتح عينه من الشرب. قعدت قصاده على الأرض بتحاول تسنده، رفع ايده عشان تبعد عنه. هي رفضت، شمت ريحة السكر، بعدت مناخيرها عنه باشمئزاز. انت شارب؟ لا، وبعدي عني. انا مش هبعد، انت ليه وصلت نفسك لكده؟ انا بحبك، والله بحبك ومش عايزة غيرك. انت مستحيل تكوني ريم اللي حبيتها. انا حبيتك لدرجة اني وثقت فيكي ومش شايف حد غيرك. ليه تعملي فيا كده حتى لو ما كنتش موجود في حياتك؟ بس ليه تعملي في نفسك كده؟ وعشان مين؟
عشان واحد ما اشتركيش باعك في أول محطة؟ أنا عارفة إن أنا غلطت، بس هعيش لك العمر كله تحت رجليك. بس أنت أمر بس، ولو عايز تطلقني طلقني، أنا مش هغفرلك اللي عملتيه والفضيحة اللي بيهددني بيها الحقير ده. أنا مستعدة أنفذ أي حاجة عايزها. هتقدري؟ طب هو طالب إنك تروحي له كل شهر عشان تقضي معاه ليلة وترجعي وإنتي على ذمتي، ولو ما حصلش هتتفتحي. إيه؟ الصدمة شلت تفكيرها، فضلت قاعدة في الأرض وفضلت تعيط. عجبك اللي بيحصل لنا بسببك؟ أنا آسفة، آسفة والله. هيعمل إيه أسفك؟ طيب طيب إحنا هنعمل إيه؟ هتروحي. إيه؟ زي ما سمعتي، هتروحي. أنا مش هستحمل الفضيحة. بس ممكن تستحمل إن أبقى مع راجل غيرك؟ أنت اللي عملتي كده. يعني إيه؟ زي ما سمعتي. بعدت عنه وفضلت في الأوضة تعيط، وبعد شوية دخلها وقال لها يلا عشان نروح. أنت بتقول كلام مش واعي ليه صح؟ أنا واعي لكل حاجة. لاحظت عن إنه غسل وشه وفايق وصح اللي بيقوله. حاضر حاضر. استغرب موافقتها بجبروت. أنا موافقة عشان أنت اللي عايز كده. يلا هدخل أجهز. دخلت الأوضة وبلغت الشرطة بسطوتي بحالة اغتصاب في المكان اللي عرفته من تليفون جوزها اللي ما كانش واعي، وعرفته من الواتساب اللي بعتهوله فيه اللوكيشن. خرجت بعد كام دقيقة وهي مش عارفة إيه اللي هيتم. وصلوا للمكان، طلعوا على البيت القديم اللي كان في حارة صغيرة. وصلت قدام الشقة، خبط معاذ على الباب وهو العصبية بتاكل في قلبه، لكن الظاهر عليه من بره الهدوء. ياسر فتح الباب وهو كان بيبتسم بخبث. دخلت ريم، كان هيدخل وراها معاذ، لكن حط ايده على صدره وقفه مكانه. وفي لحظة كان معاذ بيزقه جوه الشقة، فضل يضرب فيه بكل قوته لحد ما استسلم وفقد الوعي. كتفه في الكرسي ودخل جاب آلة حادة وفضل قاعد مهزوم. قربت منه. هو انت وافقت عشان كده؟ هو انت عايزاني اوافق بجد؟ هو انت كنت فاكرة ان انا ممكن اوافق؟ ما توقعتش انك ممكن تسيبني. ورقة طلاق هتجيلك بعد يومين. أنا ده اللي عندي. وصلت الشرطة في الوقت ده، بلغوا عن ياسر اللي فاق من إغمائه. أنكر في البداية وبعد كده اعترف بكل حاجة. الشرطة مسحت الفيديوهات وكل حاجة متعلقة بأي بنت تانية مش ريم وبس. رجعت ريم عند أهلها، رجعت ريم عند عيلتها من تاني. فضلت معاهم لحد ما في يوم اتقدم لها عريس وأهلها رفضوا لأن في نظرهم إنها متجوزة، بس هي وافقت. الكل استغرب واتصلوا بجوزها لحد ما جه وطلب يقعد معاها لوحده. دخلوا الأوضة، فضلت ساكتة. قعد هو على طرف السرير وابتدى يتكلم. أنا مش فاهم إيه اللي انت عايزاه. أنا مش عايزة حاجة. أمال عريس مين؟ انت اتجننتي؟ عايزة تتجوزي وانت لسه على ذمتي؟ مش حضرتك هتطلقني؟ لما تشوفي حلمة ودنك. يلا على البيت. مش هرجع. ما تتقليش دلوقتي، يلا بينا من هنا. حاضر. على فكرة أنا عمري ما اتخلى عنك أو إني أسيبك، بس قلتها. أنا بحبك وأنا ما أقدرش أستغنى عنك، ما أقدرش. سامحتني؟ ما قدرش قلبي يبعد عنك أو يسيبك. أنا حبيت بس أعاقبك على اللي عملتيه وحاولت أبعد بس ما قدرتش. حقك على قلبي، أنا فعلا بحبك قوي وندمانة على كل اللي حصل وكل اللي أنا عملته. بس صدقني كان لحظة تيس، كان لحظة ضعف. احسبها زي ما تحسبها، بس أنا دلوقتي فقت وبستغفر ربنا على كل لحظة عملت فيها حاجة غلط. على فكرة كنت عايزة أعترف لك اعتراف بسيط. أنا كلمته على النت، بعتله صور ليا بلبس مكشوف، بس أنا ما رحتلوش بيته ولا كنت أصلا أعرف البيت بتاعه. أنا عرفت من اللوكيشن اللي كان على الواتساب بتاعك ساعة ما كنت راجع سكران ومش دريان، علشان كده بعته للشرطة. لكن أنا أقسم بالله أنا ما رحتلوش بيته، بس هو بعتلي الصور اللي انت كنت فيه هناك. صدقني كلها كانت فوتوشوب. أنا ممكن أكون غضبت ربنا فعلا إني بعتله صور بلبس مكشوف وشعري، بس صدقني أنا ما اتمدتش أكتر من كده. عارفة إني غلطت، ده مش مبرر، وبستغفر ربنا في كل لحظة، بس صدقني أنا شريفة وحافظت على شرفي ونفسي. أنا عايزاك تسامحني، وصدقني من أول يوم عرفتك فيه من الخطوبة
وأنا بتقي ربنا فيك وبتقي ربنا في نفسي. أنا بحبك، اوعى تسيبني ولا في يوم تتخلى عني. أنا مستحيل أسيبك ولا أتخلى عنك. أنا بحبك أوي يا ريم، وأنا بعشقك يا قلب ريم. الحقني يا محمد، دول هيجوزوني غصب عني. اتكلم بعصبية مصطنعة. غصب عنك؟ غصب عنك كيف يعني؟ كيف يعني يعملوا كده؟ بيقولوا اني هتجوزه سواء برضايا او غصب عني. بقولك ايه، اهربي وتعالي نعيش معايا. اهرب؟ اهرب كيف يا محمد؟ انت عبيط صح؟ لا مش عبيط يا اسراء، خلاص انا هخطفك. طيب سلام بقى، شكلك كده اتجننت على فكرة. قفلت في وشه السكة. مستغربين من الكلام صح؟ انا اسراء مش سعيد، جدي واهلي مصرين اني اتجوز ابن عمي. انا مش بحبه خالص، انا معجبة بمحمد صاحب يوسف ابن عمي وعايزاه هو. بتكلمي مين عاد؟ ها؟ ما بتكلمش. امال المخروف في قدك كيف؟ ماسكاه عادي. طب جهزي نفسك عشان هتلبسي الشبكة في الليل. مش هتجوزه يما، انا مش بحبه. حبك برص، هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. كلمة جدك ما تتكسرش ابدا عشان واحدة شبهك. حرام عليكم حرام، انا بكرهكم كلكم. بتكرهي مين يا بنت وضربتها بالقلم على وشها. بتضربيني بالكف يما؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. انا اطلع من الاوضه عشان ما افقدش عقلي واقتلك. جهزي نفسك لبالليل. يا رب يا اما ترحمني لا تاخدني عندك يا رب. وعند الجد؟ يا جدي طالما مش رايداني خلاص اكتم خالص يا يوسف، هتتجوزها برضاها او غصب عنها. يا جدي يا جدي دي مش طيقاني ولا بتحبني، ازاي يعني هنعيش مع بعض؟ انت بتحبها؟ يا جدي ما تغصبهاش على حاجة هي مش عايزاها. جاوبني على سؤالي، بتحبها؟ هتفرق ايه يعني؟ هتفرق كتير. جاوب انت بس. يا جدي بقولك ايه، انا طالع اوضتي، لو عايز حاجة بقى نادي عليا. ماشي، اطلع فوق وريح شوية عشان تبقى فايق لي بالليل. برضو يا جدي مصر؟ يا جدي بقولك هي مش رايداني يبقى خلاص انا كمان مش رايدها. عينك بتقول عكس كده ليه يا يوسف؟ ها؟ عينيا حنات توجعني، هطلع ريح شوية. وعلى السلم؟ انت اعمى ولا ايه؟ مش تشوف قدامك كنت ماشي؟ ما ردش عليها. سايبني وماشي ليه؟ ايه القطة ثالث لسانك ولا ايه؟ رجع خطوات لورا علشان يتقابل عيونهم ببعض. انا مشيت عشان لو فضلت مكاني هعمل حاجة مش هتعجبك. هتعمل ايه؟ وريني كده هتعمل ايه؟ خليها لبعدين. يوسف طلع يستريح شوية فوق، وإسراء راحت تجهز نفسها. خلاص استسلمت لقدرها. وبالليل يلا يا عريس لبس الشبكة. معلش يا جدي مش هقدر ألبس لها الشبكة. واه لو هو كيف يعني؟ يا جدي هي دلوقتي مش مراتي وما ينفعش ألمس إيدها ولا حتى ضفر منها غير لما نتجوز. إسراء اتكلمت في نفسها وقالت طلعت محترم يا يوسف وأخلاقك عالية. أمال محمد كان بيقولي تعالي عيشي معايا أبصر كان هيعمل إيه فيا؟ شكله كده كان بيضحك عليا بكلمتين. لحد دلوقتي بيقولي بحبك ولا تقدم ليا ولا حتى حجزني ليه. شكله فعلا ما كانش بيحبني وانا اللي كنت مخدوعة زي ما امي ما قالت. اسراء انتي فين؟ سرحتي ليه؟ ها؟ لا ما سرحتش ولا حاجة. طب خلي امي تلبسك الشبكة عشان تعالي يا مرات عمي لبسيني الشبكة عاد. حاضر يا مخبولة. ام يوسف لبستها الشبكة وعلي صوت الزغاريد في البيت. انا هطلع مع اصحابي في جنينة جدي. طب يا ولدي افرحي يا بنت ابني الغالي حبيبي يا جدي. وبعد وقت من الرقص والمرح مع بنات العيلة، إسراء كانت بتدور بعينها على شخص يبدو كأنها مستنية الشخص ده من وقت بعيد. بتدوري على مين يا مرات ابني؟ ها؟ مش بدور يا مرات عمي، يا حبيبة قلبي انتي. طالما بتقولي كده يبقى عايزة خدمة. ما أنا عارفاكي، المرة دي مش عايزة خدمة، المرة دي عايزاكي تتكلمي عن ابنك شوية عشان بصراحة عايزة أعرفه أكتر. يا شقية انت يا شقية. ما تكسفنيش بقى يا مرات عمي. يوسف ابني يا بنتي شخص هادي، بيحب إنه يعتمد على نفسه، شايل المسؤولية من وهو صغير، بيصلي الحمد لله وملتزم، بصاحب ناس كويسين مش بصاحب ناس صايعة وبيشربوا. يوسف ابني بيحب واحدة، بس للأسف بيحب واحدة كيف يعني؟
وللأسف إيه، اتكلمت وهي كاتمة ضحكها، بيحب واحدة جميلة قوي، كان عايز يتجوزها، بس هي ما كانتش راضية. واه، يعني هو كان خاطب ولا ايه عاد؟ هو كان عايز يخطب ويتجوز مرة واحدة، بس هي اللي مرضتش. طيب يا مرات عمي، أنا طالعة فوق، لو عايزة حاجة نادي عليا. وفي أوضة إسراء اللي كانت واقفة بتهز رجلها وبتتكلم بعصبية، يعني هو بيحب واحدة وكمان كان هيتجوزها وهي اللي مرضتش؟ طب وأنا مالي؟ أنا أصلا ولا بحبه ولا معجبة بيه. بس محمد، يا دي النيلة لما اتصل عليه كده. وفعلا مسكت تليفونها واتصلت عليه. الو، عايزة ايه؟ فكك مني بقى، مش خلاص لبسك الشبكة وقريته الفاتحة وهتتجوزوا؟ بتتصلي عليا ليه؟ كنت عايزة اخد منك اللي عاوزه واكسب الرهان، بس للأسف خسرته. هدفع 1000 جنيه، وده كله عشان واحدة شبهك. منكرش انك جميلة وبيضة وجسمك حلو ومشدود وعجبتيني، بس للأسف خسرت الرهان بسببك. غوري من وشي وانسي ان انا موجود في الدنيا. يا حقير يا ندل، بكرهك، ولو رجعت لي ندمان بدل المرة 1000 مش هتلاقيني. قلت لك قبل كده إن أنا بحبك، بالعكس ده أنا اللي كنت بتسلى بيك، ولو يوسف عرف حكايتك دي هيدفنك حي. فأحسن لك تيجي دلوقتي عندنا وتقعد شوية وتمشي عشان محدش يحس بحاجة. طيب أنا هاجي 5 وهمشي على طول. مع السلامة يا واطي. إسراء انهارت من العياط. ربنا سترها معايا وما سمعتش كلام الزفت ده، الحمد لله. وبعد شوية راحت خبطت الباب على يوسف. مين؟ أنا يا يوسف، ممكن أدخل؟ عايزة إيه؟ مال وشك كده، حد عملك حاجة ولا إيه؟ لو حد نمش شعرايا منك هخلص عليه. إسراء اتكلمت في نفسها. ياه، ده أنت ملهوف عليا وخايف عليا قوي. أمال محمد اللي كان. طب تعالي في الجنينة عشان ما ينفعش تدخلي أوضتي وما ينفعش نقعد لوحدنا. طيب تمام. وفعلا قعدوا مع بعض. امسحي دموعك عشان خاطري، دموعك دي غالية عندي ومش عايزها تنزل بعد كده. حاضر. إسراء اتكلمت في نفسها وسرحت وقالت. ياه، للدرجة دي أنا مهمة بالنسبة لك يا يوسف؟ للدرجة دي أنت شخص حنين؟ ما كنتش عارفاك خالص يا يوسف. عارف لو كنت عارفاك كنت هتهون عليا الدنيا دي. كمان كنت حبيتك، ما كنتش هضيع مشاعر الواحد كان بيتسلى بيا. أنت شخص محترم ومؤدب، كمان بتصون اللي بتحبها، مش زي المحروق التاني. الحمد لله أنا ما كنتش بحبه. ها يا ستي، هتفضلي قاعدة سرحانة كده؟ قوليلي بقى، بتعيطي ليه؟ يوسف أنا أسفة على الكلام اللي هقوله، بس عايزاك تساعدني. خير، قلقتيني. كل الحكاية وما فيها حكيت له كل حاجة، بس عايزاك تسامحني وكمان تساعدني. يعني كان عايز. ده أنا لو ما خلصتش عليه ما بقاش يوسف. يوسف إيه ده؟ واحمد ربنا إن أنا ما سمعتش كلامه. الحمد لله أنا ما حبيتهوش. أنا اتعلقت بيه شوية، بس مش معنى كده إن أنا حبيته. بص يا سيدي، إحنا هنحط خطة مع بعض وأقولها لك، بس ما بسش يا يوسف، خطة مناسبة كمان ما فيهاش القتل ولا أي حاجة. طيب يا أسراء، مالك؟ زعلت كده ليه؟ يوسف سكت. هي اتكلمت بغيرة. قال قول لي يا يوسف، انت بتحب واحدة وكنت رايد تتجوزها على طول، بس هي ما وافقتش؟ لا ما حصلش. امال مرات عمي قالت كده ليه؟ اتكلم بخبث وقال. ياه، افتكرت. الحكاية دي كانت من ساعة ما اتخرجت من الجامعة، بس للأسف عروستي ما وافقتش. أقصد البنت. لا والله، قول عروستك ولا أقولك قول لها يا مراتي أحسن. وبعدين بقى في حكايتك دي. مالها؟ يوسف ما تضحكش لو سمحت. حاضر. هو انت بتضحك على ايه صحيح؟ على البنت اللي كانت هتبقى عروستي. اقصد مرتي. اقصد انتي البنت. اقصد البنت. ومالك اتلجلجت كده ليه؟ اسراء، ممكن ما تبصيش في عيني؟ ولا تضحكي. انا مش هعمل حاجه خالص، انا قايمه. الزفت جاي بعد شويه عشان الخطه ما تبصي يا سياده المستشار يوسف. حاضر يا فندم. يلا، قلتلك ما تضحكيش. حاضر. عدى وقت مش كتير وجي محمد. اهلا اهلا يا ابو حميد، حبيبي، عامل ايه يا بطل؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. يوسف كان عايز يوقع محمد في الكلام. الا قول لي يا محمد، انت كنت بتتسلى بالبنات زيي ولا ايه؟ بصراحه انا كنت بتسلى ببنات كتير قوي، مش اكتر مني يا معلم. انا اتسليت وراهنت على بنات يا لهو عليهم يا يوسف، بنات مكن. اخر واحده بقى كانت فرصه.
لكن معرفتش أخد منها حاجة. البت ابن عمها خطبها، بس عادي ما تفرقش معايا، هتسلى بغيرها تاني وتالت ورابع. اتكلم بعصبية بس مش زهرة. يا عم هو في حد قدك؟ خد اشرب الشاي حبيبي، طول عمرك قصير. طب قول لي اسم البت الأخيرة يمكن أعرف معاها أنا. إيه هتحاول معاها إزاي كده أهو؟ وابتدى يوسف يتخانق مع محمد لحد ما محمد وقع على الأرض، بقت هدومه كلها متهولة. بتتسلى بنت عمي يا آسف، والله العظيم ما كنتش أعرف إنها هتيجي وتقولك أسفك مش مقبول. رجالة خدوه على المخزن ظبطوه. أمرك يا باشا. كل ده وإسراء شايفة المنظر قدامها، فرحت جدا، حست إن يوسف سندها بجد. أما يوسف فتلا يستريح شوية ويلبس هدوم نضيفة بدل الهدوم اللي اتبهدلت. يوسف افتح. أنا إسراء. عايزة إيه؟ طيب افتح الباب. هي عايزة إيه؟ فاضي ولا؟ لو مش فاضي أفضلك. تسلم لي. كنت عايزة إيه بقى؟ كنت هقولك إني أنا حبيت بجد. حبيتي مين يا أختي؟ حبيت شخص غيور، شخص تحس معاه بالأمان، شخص يخليك تحبه، شخص يخليك تحب الحياة. جاتكم البلا انتوا الاتنين. لاحظ إن أنا خطيبك وبإذن الله هبقى جوزي، وإياك أسمعك تقولي حبيت حد ولا نيلة. حاضر، ادخل كم من نومك. خلال وقت قصير عرفت يوسف وكمان حبيته جدا. حبيت غيرته، اهتمامه بيا، خوفه عليا، حبيت كل تفاصيله حرفيا. اتعلقت بيه بجد وحبيته. خدنا على بعض أكتر وعرفنا بعض أكتر. يوسف، هو بجد الكلام اللي بيقوله جدي ده؟ بيقولوا الأسبوع الجاي هنتجوز. يا على جمال جدي ودلال جدي. جدي ده عسل قوي. يوسف اتلم. حاضر. هانت. كلها أسبوع. يوسف خلاص والله هسكت أهو، قلبي عمال يدق من دلوقتي. يا رب استرها معايا. عدى الأسبوع وبعد ما خلص الفرح كانوا واقفين مع بعض في أوضتهم. افرحي يا عروسة، أهلا العريس، مش عايز كسوف مني، ما تجليش مني عادي يا إسراء، يا أسرة قلبي الضعيف الذي لا يتحمل. حاضر مش هخجل منك. بحبك. أيوة بحبك ومن زمان، والبنت اللي حكت لها ليكي هو انتي ما كنتيش قابلاني في الأول، ولا كنت عارفة إن ليكي ابن عمي اسمه يوسف. بصراحة كنت عايز نتجوز على طول، بس جدي اللي ما كانش راضي. فاكرة ساعة ما قلتي وريني كده هتعمل إيه؟ كنت هعمل حاجة أندم عليها. بحبك وخلاص حلمي اتحقق إن بقيتي ملكي. بحبك وعايزك تحبيني. ما كنتش أتخيل إن أحبك في يوم. حبيتك وحبيت احترامك والتزامك في الصلاة. حبيت فيك كل تفصيلة. عارف ساعة ما قلتلك ما تضحكش، ما كنتش عايزاك تضحك وتخطف قلبي على طول. كمان أنا ما حبيتش غيرك، حبيت غيرتك عليا. وإيه تاني؟ خلاص والله أنا بحبك بس. وأنا كمان بحبك. مش هتزعلني في يوم صح؟ لو زعلتك يبقى مضغوط فتستحمليني، بس أنا عمري ما هزعلك لأنك كنتي حلم بالنسبة لي. كنت بدعي في كل سجدة إنك تكوني من نصيبي، والحمد لله ربنا استجاب. أوعدك هنعيش مع بعض حياة جميلة، وهنعيش مع بعض في نبات وتبات، ونخلف دست الصبيان ودستة بنات. يوسف بطل بقى يا قلب يوسف من جوه. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، واللي لسه مشتركش في القناة يتأكد إنه اشترك فيها ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله إشعار أول ما ننزل أي حكاية جديدة. وأشوفكم في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.